وبصراحة يا جماعة خير ممثل لقارة أفريقيا، كونها هي على الواجهة مع أوروبا. يعني أول مدينة بتدخلها فعليا من أوروبا هي مدينة طنجة، فجدا جميلة وخير ممثل للقارة. حياكم الله حبايب قلبي، سفرة ويكند جديدة ومدينة جديدة، وكالعادة لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. سفرة ويكند. طنجة جدا جميلة وبتنافس مسيلاتها الأوروبية، أنصح بزيارتها بقوة لعشاء السفر، وأيضا بنفس الوقت المدينة جدا رخيصة وأرخص يمكن من منافساتها الأوروبية بأكثر من النص. أهم وأجمل الأماكن اللي لازم تزور هون مطل المحيط مع البحر. هون بيلتقي المحيط الأطلسي مع البحر الأبيض المتوسط، والمكان جدا جميل ورائع ومميز. قريب منه بتحصل معلم من معالم المدينة، رأس سبارطيل، جدا مميز وجميل. وأيضا عندكم مغارة هرقل، وحدة من المعالم المهمة اللي لازم تزوروها لو جيتوا طنجة. وأكيد المدينة القديمة اللي بتحس فيها روح من مدينة دمشق، اللي فيها بيت الرحال الشهير ابن بطوطة.
ابن بطوطة هذا بيته، ومن هون انطلق لرحلته لأكثر من 44 بلد. تخيلوا، من شبه الجزيرة العربية، مصر، أفريقيا، وصل للصين ورجع لبلده لهون، قعد 3 سنين وبعدها كمل للأندلس وما بعد الأندلس. وله كتير مؤلفات ويعتبر أشهر رحالة مو بس عربية على مستوى العالم. تخيلوا إنها المغرب. وطبعا لا تنسوا أقدم وأشهر مقهى بالمدينة الحافة، واللي عمرها أكثر من 100 سنة وتسمت بهذا الاسم لأنها على حافة جبل. أنصح اللي بدهم يسافروا شهر عسل يسافروا طنجة، جدا جميلة ومميزة وبنفس الوقت جدا رخيصة. طبعا من الأشياء اللي عجبتني بالمدينة هذا السوق، سوق الدرادب، اللي بينباع فيه خضار وفواكه طازجة محيوشة توا من المزرعة وبتتقدم للمستهلك مباشرة. طبعا عجبتني الفواكه جدا جدا، طعمها لذيذ. توجهنا من مدينة شفشاون لطنجة، وبالطريق لفتني هذا المحل اللي بيبيع لحم مباشرة، بيقصل لك إياها، بيطحنها وبيشوي لك إياها وبيقدم لك إياها، وكانت تجربة أكثر من رائعة. جدا جدا طيب كان الأكل ومميز ولذيذ. هاي كانت حلقتنا اليوم، اتمنى تنال اعجابكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. سلام. سفرة ويكند.